يستمر المحتل التركي ومرتزقته التابعين له في ارتكاب من المزيد من الجرائم بحق الشعوب السورية وخاصة النساء اللاتي أثبتن مقاومتهن لهجومات العدوانية التركية في ظل سياسة الإبادة وارتكاب مجازر بحق شعوبنا واستمرارا لجرائمه ونهجه العدواني على مدينة عين عيسى المقاومة تحديدا ريفها الشرقي طال القصف القرية الجامس مما أدى إلى إصابة كل من المواطنين أريج خالد الحسن 20 عاما واستشهاد الطفل عبد الرحمن إسماعيل حسين عام والطفلة آسيا حمد حسين 12 عاما بفعل قصف الاحتلال التركي المدفعي. وعليه نستنكر إجرام المحتل التركي ونهجه العدواني بحق شعوبنا وخاصة النساء